أهلا بيكم. النهاردة يا أخوانا معانا قصة من التاريخ. يمكن حضراتكم عارفها أو قرأ عنها أو عنده معلومات عن القصة. قصة بدأت منذ بدء الخليقة، سيدنا آدم عليه السلام وستنا حواء عليه السلام. بعد ما خرجوا من الجنة كان أول أبنائهم هابيل وقابيل. قصة هابيل وقابيل قصة تاريخية، ملخصها إن قابيل قتل أخوه هابيل. لماذا قتل قابيل هابيل؟ وما هي الطريقة التي قتل بها قابيل هابيل؟ إيه القصة؟ وإيه الموضوع؟ وإيه فحوى الموضوع؟ حضراتكم حسب الرواية التوراتية إن الحقد كان الدافع الأساسي لقتل قابيل لأخيه هابيل، وده مذكور حضراتكم في سورة المائدة من الآية 27 للآية 31 في القرآن الكريم. تحكي القصة إن قابيل وهابيل تقدموا بما يسمى قربان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فقبلت صدقة هابيل ولم تقبل صدقة قابيل، فتولد عند قابيل الحقد، وحتى هو صرح لهابيل بأنه سوف يقتله. فكان رد هابيل إنك أنت لو مديت يدك عشان تقتلني أنا سوف أسامحك، ولكن هابيل لم يستمع لنصائح أخيه وقتل هابيل. إزاي قتل قابيل هابيل؟ إنه خلى أوقعه على صخرة بإطراس هابيل على صخرة وشق وضربه بصخرة تانية، يعني حط دماغه على صخرة وضربه صخرة تانية فشق دماغه. دي حضراتكم الطريقة التي قتل بها قابيل هابيل. والقرآن الكريم في سورة المائدة زي ما ذكرنا حضراتكم بيوضح ده لينا، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل غراب يحفر في الأرض عشان يدفن أخوه اللي ميت. فاستوحى قابيل هذه الفكرة وابتدى بعد أنه شعر بالندم وحفر حفرة ودفن فيها هابيل. قابيل وهابيل كانوا أول أبناء أبونا آدم وأمنا حواء. الدافع هنا يا أخوانا للقتل هو الحقد والعياذ بالله. تولد حقد لدى قابيل فكان الدافع لقتله، وقتله كما ذكرنا بحجر وشق رأسه. نحن حضراتكم أبناء القاتل. عدم شعور قابيل بأنه يقبل أن العمل الطيب والعمل الصالح يقبل من المتقين، وده اللي كان بيمثله الجانب سيدنا هابيل. فقتل قابيل هابيل لشعوره بالحسد. في ناس هنا أخوانا، وهنا نتطرق لموضوع يعني ما هو الفرق ما بين الحسد والغيرة أو الغبطة. في مثل بلدي بيقول غير ولا تحسد. الغيرة مفهومها كبير شوية، لكن نقدر نقول إن الغيرة هي تمني أن يكون لك مثل ما لشخص آخر. لكن الحسد أو الحقد، والحسد مدخل إلى الحقد، هو أن تتمنى زوال النعمة من شخص وإتيانها إليك، وهنا دخلت في دائرة المحرمات. فكان الحقد هو الدافع الذي قتل هابيل، فقتل قابيل أخيه هابيل بدافع الحقد والكراهية. دي إطلالة بسيطة حضراتكم على قصة سيدنا قابيل وهابيل. يا رب نكون قدمنا معلومة خفيفة ظريفة لحضراتكم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.